العاشرة تماما بتوقيت أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. زيادة المدارس ب17 ضعفا في جندع. بناء حفير في حاروكازين بلوغو عنسبة. تنفيذ أنشطة تنموية في سرجقة وتترات. روسيا ترد على العقوبات الأمريكية وتطرد 10 من دبلوماسي الولايات المتحدة. راؤول كاسترو يدعو إلى حوار قائم على الاحترام بين كوبا والولايات المتحدة. ماكرون وميركل يدعون روسيا إلى سحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا. ومن العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. قال مدير مديرية جندع السيد عمر يحيى إن عدد المدارس ازدادت في المديرية ب17 ضعفا نتيجة الاستثمار الكبير الذي جرى في السنوات الاستقلال لإيصال الخدمات الاجتماعية لجميع المناطق. وأوضح أن المدارس لم تتجاوز 3 قبل الاستقلال، ووصل عددها حاليا إلى 51 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وارتفع بذلك عدد الطلاب أيضا. وفي المجال الصحي، أوضح السيد عمر يحيى وجود مستشفى مرجعي ومركز صحي و8 عيادات لتقديم الخدمات الصحية الجيدة للمواطنين، مؤكدا تحقيق تغيير جذري لرعاية الأمومة والطفولة ومكافحة الأمراض المعدية. وأشار إلى حصول 75% من سكان المديرية على خدمات مياه الشرب الصالحة، وإدخال صنابير المياه إلى 50% من سكان مدينة جندع، وتوزيع المياه على أجزاء من الريف بمحطات التوزيع داخل القرى. وذكر بأن بناء الطرق المستفلتة من شعب إلى قحتيلاي ومن قحتيلاي إلى سرجعة بعد الاستقلال، إلى جانب الطرق المسفلتة القديمة من جندع إلى أسمرة ومن جندع إلى مصوع الرئيسي، إضافة إلى التوسع في تنمية البساتين، قد أسهم كثيرا لتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. يقوم سكان قرية حاروكازين في مديرية لوغو عنسبة ببناء حفير لحل مشكلة المياه. وأوضح مدير ضاحية عدن من السيد فرزقي تلا أن العمل المدعوم بالآليات قد قارب على الاكتمال، مشيدا بدعم إدارة المديرية. وقال مسؤول متابعة إدارات الضواحي والمشاريع في المديرية السيد إياس هيله إن الحفير سيسهم إلى جانب حل إشكالية مياه الشرب في تنمية البساتين. وتجري أعمال بناء السدود والحفائر في كافة ضواحي مديرية لوغو عنسبة بمبادرات السكان. جرت في مديرية سرجقة وتترات أنشطة نفير لحماية التربة وحفظ المياه. قام سكان عدن وغدا في مديرية سرجقة بنفير لإصلاح الأراضي الزراعية التي لم تزرع لسنوات طويلة وتدريج مساقط المياه. وأوضح مدير ضاحية عد شحة وعدن وغدا السيد سعري حدرزقي أن النفير الذي استمر لشهر وسيتواصل غطى مساحة 20 هكتار، مشيرا إلى وجود برامج للتشجير. وذكر سكان أن انجراف التربة يؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي، ويعملون لاستقرار التربة وحمايتها من الانجراف. وقام سكان مديرية تطرات بأنشطة بناء المدرجات ورعاية الأشجار وتمهيد الأراضي الزراعية في مساحة 4 هكتارات. وقال مدير مديرية تطرات السيدة دهاب أباي ومسؤول الزراعة في مديرية أسمرة السيد بهرام تخلاب أن الهدف من النفير مكافحة انجراف التربة، مشيدين بالمشاركة القوية للسكان. قال مدير مديرية دقة السيد همد إيلا إن إرسال الخدمات الاجتماعية ساعد لتجميع القرى وتسيير المواطنين حياة مستقرة وتحسين الأوضاع المعيشية. وأوضح أن المواطنون كانوا يسيرون حياة الترحال الرعوية منتشرين في أنحاء المديرية، وأن تجميعهم في مكان وسط إرساء مؤسسات الخدمات الاجتماعية مهد للاستقرار والتطور.
وذكر أن إرساء خدمات التعليم والصحة والمياه الصالحة والمواصلات والاتصالات يعكس التقدم المحرز. وأشار إلى وجود 14 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة المتوسطة و6 مؤسسات صحية و7 مشاريع مياه الشرب الصالحة وخطوط المواصلات، وأن التوسع في تنمية البساتين أسهم لتغيير الحياة المعيشية للمجتمع. وأوضح السيد همد إيلا وجود الكثير من العمل المنتظر لنشر الخدمات الاجتماعية في جميع القرى، ويجب على القرى الدفع ببرنامج التجميع لتحقيق ذلك. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. ردت روسيا على العقوبات الأمريكية الأخيرة عبر قرارات شاملة طرد دبلوماسيين وحظر دخول مسؤولين أمريكيين كبار إلى أراضيها، وذلك رغم تشديدها على أنها منفتحة على فكرة عقد قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن. وأعلنت واشنطن الخميس عقوبات تستهدف روسيا تشمل طرد 10 دبلوماسيين روس وحظرا على البنوك الأمريكية لشراء ديون مباشرة صادرة عن هذا البلد. ويأتي تبادل فرض العقوبات في وقت واصلت العلاقات بين الخصمين الجيوسياسيين تدهورها على خلفية اتهامات الولايات المتحدة لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 والتجسس وتنفيذ هجمات إلكترونية. وجاء رد موسكو سريعا إذ أعلن وزير خارجيتها سيرجي لافاروف الجمعة قرار بلاده طرد 10 دبلوماسيين أمريكيين وفرض قيود مختلفة من شأنها أن تعرقل عمل البعثات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، فضلا عن حظر المؤسسات الأمريكية والمنظمات غير الحكومية على أراضيها بسبب تدخلها العلني في السياسة الروسية الداخلية. دعا السكرتير الأول للحزب الشيوعي الكوبي راؤول كاسترو إلى حوار قائم على الاحترام بين كوبا والولايات المتحدة ومن دون نبذ الاشتراكية، منددا في الوقت نفسه بالحرب الاقتصادية التي تشن على الجزيرة. وقال في خطاب أمام مؤتمر الحزب الشيوعي الذي سيتقاعد في ختامه أكد أمام مؤتمر الحزب الرقبة في حوار قائم على الاحترام شكلا جديد في العلاقات مع الولايات المتحدة على ألا تتخلى كوبا عن مبادئ الثورة والاشتراكية. وعقب انفراج تاريخي بين عامي 2014 و2016 توترت العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة مجددا في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي شددت إدارته الحصار المفروض على البلاد منذ عام 1962. ولقي راؤول كاسترو الذي كان يرتدي الزي العسكري ترحيبا حارا لدى وصوله إلى المؤتمر الذي سيتعين عليه في ختامه التنازل عن منصب السكرتير الأول للحزب الشيوعي إلى الرئيس ميغيل دياز كانييل المدني البالغ 60 عاما. دعا زعماء ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا خلال قمة ثلاثية روسية إلى سحب القوات الإضافية التي نشرتها على حدودها مع أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم المحتلة على مدى الأسابيع الماضية، بينما تعتزم روسيا إغلاق أجزاء من البحر الأسود أمام الملاحة حتى أكتوبر المقبل. وقالت المستشارة في برلين في بيان إن المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبروا عن قلقهم المشترك إزاء هذه التعزيزات العسكرية الروسية، وذلك خلال مباحثات أجراها الزعماء الثلاثة في باريس. وأضاف البيان أن الزعماء الثلاثة طالبوا بسحب التعزيزات للوصول إلى وقف التصعيد. وقد استبق الرئيس زيلينسكي زيارته بالمطالبة بتسريع ضم بلاده إلى حلف شمال الأطلسي ناتو والاتحاد الأوروبي، وحث الأوروبيون على ترجمة أقوالهم إلى أفعال، وتعارض موسكو بشدة مساعي ضم أوكرانيا إلى الناتو.
وجاء رد موسكو سريعا إذ أعلن وزير خارجيتها سيرجي لافاروف قرار بلاده طرد 10 دبلوماسيين أمريكيين وفرض قيود مختلفة من شأنها أن تعرقل عمل البعثات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، فضلا عن حظر المؤسسات الأمريكية والمنظمات غير الحكومية على أراضيها بسبب تدخلها العلني في السياسة الروسية الداخلية. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه عقد محادثات مثمرة مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، وإن البلدين ملتزمان التعاون للتصدي للتحدي الذي تمثله الصين وقضايا من بينها كوريا الشمالية. وأدلى بايدن بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بعد محادثات مع سوغا مثلت أول قمة شخصية في فترة رئاسية. وقال بايدن إن البلدين اتفقا على العمل معا في شبكات الجيل الخامس وسلاسل توريد أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم. وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا إن اليابان ستقول ما يلزم قوله للصين، لكنه شدد أيضا على ضرورة إقامة علاقة مستقرة وبناءة مع بكين. وصرح سوغا في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية بعد يوم من المحادثات مع بايدن بأن اليابان سترفع صوتها بحزم بشأن قضايا مثل ميانمار وشينجيانغ وهونغ كونغ، وستعمل مع المجتمع الدولي للسعي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة. انتهت النشرة، إلى اللقاء.